السلام عليكم. ده الجزء الثاني من قصة الرسالة الملعونة. لو لسه مشوفتش الجزء الأول روح شوفه علشان تفهم الأحداث مشيت ازاي، وتعالى لي تاني علشان نكمل القصة. أما بقى لو شفته فكمل القصة على طول. بسم الله، فلنبدأ. بعد ما لقيت الرسالة تاني واختارت إني لازم أكمل ولازم أضحي تاني، بقيت هتجنن. أضحي بمين تاني؟ وهضحي لحد فين؟ بقيت أقول يا رب ارحمني، أنا إيه اللي خلاني من الأول فتحت الرسالة دي؟ وأنا قاعد لقيت الباب بيخبط. قمت علشان أفتح وأنا مرعوب. رحت عند الباب وقلت بخوف مين اللي برا؟ محدش رد. فقررت تاني مين اللي برا؟ لقيت اللي اتكلم وقال أنا يا آدم افتح. كان ابن خالتي عمر، كان مسافر بقاله فترة في دولة عربية، ولما رجع جه علشان يبص عليا، ففتحت بسرعة وسلمت عليه. واللحظات نسيت موضوع الرسالة وبدأت أطمن عليه وأنا فرحان برجوعه، وده لأن عمرو من أقرب الناس لقلبي وطفولتنا كلها مع بعض. فبعد السلامات والكلام الكتير قلت له لا مؤاخذة يا صاحبي، الكلام خدنا ونسيت أقدم لك حاجة. فقال لي هو أنا يا عم غريب؟ اقعد بس أنا عايز أشبع منك. فقلت له طب 5 بس، هعمل كوبايتين قهوة ونقعد مع بعض لحد الصبح. فقال لي ماشي. وقمت فعلا ودخلت المطبخ علشان أعمل القهوة. ووقتها وأنا واقف حصل شيء غريب. سمعت صوت جنبي، بصيت لقيت ورقة بيضة بتتزق من تحت ضرفة المطبخ المقفولة. فسميت الله وانا مش عارف جات ازاي ولا طلعت اصلا من جوه ازاي. مديت ايدي وشدتها، اتصدمت. لقيتها عبارة عن ظرف جديد وكان مكتوب عليه احنا اخترنا لانك اتأخرت، افتح وشوف المستقبل الجديد اللي عليه الدور. فجيت افتح الرسالة وانا مرعوب. لقيت فجأة عمر دخل عليا المطبخ وقال لي ايه يا معلم وحشني، ما تنجز يلا وتعالى نقعد مع بعض شوية. فخبيت بسرعة الرسالة ورا ظهري وقلت له جاي يا معلم اهو، دقيقة واحدة بس كمان. فوقف معايا وقال لي خلاص انا هقف معاك ونبقى نطلع مع بعض. فحطيت الرسالة في جيبي من غير ما ياخد باله وطلعنا. وبعد سهرة طويلة بينا عمر استأذن وقال انه هيروح. فزعلت وقلت له يا عمر احنا لسه ما قعدناش مع بعض. قال لي بالليل هجيلك. فقلت له ماشي. وقمت سلمت عليه وخد بعضه ومشي. وانا من كتر السهر اللي مش متعود عليه خدت بعضي ودخلت انام. وقتها وانا على السرير في الأوضة بحاول اروح في النوم، فجأة سمعت صوت مرعب في ودني بيقول ما شفتش الصورة ليه؟ قوم بسرعة. فقمت من على السرير مفزوع وانا ببص حواليا. وقتها ما كانش في حد او في شيء، بس انا مش قادر اشوفه. فخدت بعضي وقمت ورحت جبت الجاكيت علشان اجيب منه الرسالة، وخدتها وفتحتها وانا مرعوب. واول ما شفت الصورة برقت واتصدمت. الشخص اللي الناقل اختاره هو عمر قريبي. فكنت هتجنن وعمال اقول هو كل ما يلاقي حد بيحبني او انا بحبه يموته؟ انا مستحيل اعمل كده. ففي نفس اللحظة لقيت رسالة تانية ظهرت من تحت عقب الباب، وسمعت صوت في ودني بيقول افتحها بسرعة، افتحها قبل ما نتصرف معاك. فرحت بسرعة عليها وفتحتها. اتصدمت اكتر من الاول، لان اللي في الصورة تبقى امي. فكنت ماسك صورة أم في إيد وصورة عمر في الإيد التانية. ووقتها الصوت رجع في ودني يتكلم ويقول اختار بينهم وقول لي مستعد تضحي بمين. فقلت بصوت عالي وأنا بعيط مش بحد، أنا مش هضحي تاني. أنت مجنون؟ عايزني أضحي بأمي؟ أمي اللي عملت كل حاجة علشان تخليني مبسوط واللي جابتني الدنيا وغرقتني بحنيتها من غير مقابل؟ ولا عايزني أضحي بعمر اللي متربي معايا زي اخويا، واي حاجة كنت بحتاجها كان بيحرم نفسه منها وبيدهاني؟ انا مش هضحي بحد. الصوت اتكلم وقال عدم تضحيتك في حد ذاتها تضحية اعظم، لان كده الاتنين هيموتوا. لو اخترت واحد يبقى بتنقذ التاني. فكنت هتجنن وعمال بعيط
يعني لازم حد يموت علشان التاني يعيش. ووقتها بقت ذكرياتي مع امي وعمر عمالة تجري قدام عيني وانا بعيط، وعمال بفتكر كل حاجة حلوة عملوها علشاني. ولكن الصوت فصل الحالة اللي كنت فيها وقال: ها، هتختار امك؟ قلت بسرعة وبخوف: لا. ضحك وقال: يبقى اديله رسالة لما يجيلك. ووقتها كان أصعب قرار أخده في حياتي، وهو إن أضحي بقريبي وصاحب عمري عمر. بس أعمل إيه؟ ما أنا مستحيل أضحي بأمي. فمن كتر التعب والغم اللي كنت فيه حطيت جسمي على السرير، وفي لحظة كأني رحت في غيبوبة. نمت في ثانية، وبرضه حلمت بكابوس مرعب. حلمت بعمر كان واقف في مكان ضلمة قوي، وكان واقف مرعوب ومستخبي ورا بيت، وكان عمال يبص وكأنه خايف من حد. وانا كنت جاي من وراه وهو مش شايفني، فندهت عليه وقلت له: في ايه يا عمر؟ مالك؟ لف وشه وبص لي، فضل يصرخ وقال: انت عرفت مكاني ازاي؟ وبدأ يرجع بظهره وهو مرعوب، وانا عمال بقرب منه ومش فاهم فيه ايه. فبدأ يقول لي: ارجوك لا لا يا ادم. وفضل يصرخ ويحاول يجري مني، ووقتها ما حسيتش بنفسي. وفي لحظة لقيت نفسي بقيت قدامه، مش عارف ازاي رغم ان المسافة بينا كانت كبيرة قوي. وفي ثانية وعمر بيصرخ لقيت نفسي بدون وعي بطلع آلة حادة، وفجأة ضربته بيها في بطنه. فبصيت لإيدي وبصيت على عمر، ما بقيتش مصدق نفسي، ومسكته قبل ما يقع على الأرض وفضلت أبكي. وكنت عمال أقول له: أنا ما عملتش كده. ولكن عمر مات. فسبته وقمت وانا مفزوع، ووقتها عيني جت على ازاز عربية كان متفيم. اول ما شفت نفسي فيه فضلت اصرخ، وقمت من النوم مفزوع. واكتشفت وقتها انه كان كابوس. في الحلم لما بصيت لنفسي في ازاز العربية لقيت نفسي عبارة عن كائن اسود ضخم، وعينيا الاتنين كانوا واسعين وعبارة عن دم، وكنت ضخم ومليان شعر اسود. الشكل ده بعيد كل البعد عن شكلي وبعيد عن شكل أي بشر. فوقتها قمت من النوم وكنت مرعوب وحزين، لأن خلاص الوقت اللي هضحي فيه بقى قريب قوي. ومن الزعل والحزن ما رحتش المكتبة، وفضلت قاعد في البيت حزين وشايف الساعة عمالة تجري قدامي، ومستني الوقت اللي هيجي فيه عمر. ويعدي الوقت بسرعة كأنه ثواني، ولاقي باب شقتي بيخبط. أول ما خبط اترعبت وقلت: مين؟ سمعت اللي بيقول: حبيبك يا عم افتح، أنا عمر. فرحت وأنا قلبي بيتعصر من الألم والحزن، وفتحت. ووقتها كأنه ما شافنيش امبارح، نفس الأحضان ونفس الترحيب والمحبة، وده كان مصعب الموضوع عليا أكتر. فوقتها عمر لاحظ إن فيا حاجة غريبة وسألني: مالك؟ شكلك متضايق ليه كده؟ فقلت له: مفيش، تعبان بس شوية. فقال لي: سلامتك، حاسس بايه؟ طيب قول لي وانا انزل اجيب لك حاجة من الصيدلية. فقلت له: لا تمام مفيش حاجة. ولكن في نفس الوقت افتكرت الموضوع وعرفت انها اللحظة المناسبة. فقلت له: افتكرت الظرف اللي هديهولك ده في روجيتا كان كاتبها لي دكتور، ادي بس للصيدلاني وهو هيعرف انا محتاج ايه. فاستغرب كده وقال لي: روجيتا في ظرف؟ قلت له: ايوه. فاستغرب ولكنه ما اعترضش، وخده بالفعل ونزل بيه. هو نزل من هنا وانا اتفطرت من العياط، لاني عارف ان دي اخر مرة هشوفه فيها. وقعدت على الارض وفضلت اعيط، وشريط ذكرياتنا مع بعض عمال يعدي قدام عيني. وفي الوقت اللي كنت قاعد فيه على الارض عمال بعيط سمعت الباب بيخبط. فقمت من مكاني ورحت وقلت: مين؟ لقيت اللي بيقول: انا عمر. فكنت هتجنن، ازاي ده المفروض ما يحصلش. فمسحت عيني وفتحت له، فدخل ولقيته بيقول لي: معلش يا صاحبي، رحت والله للصيدلية لقيتها قافلة، قوم يا عم معايا وانا اوديك تكشف في المستشفى. فقلت له: لا خلاص انا بقيت تمام. وكنت قاعد هتجنن، ازاي ده حصل؟ فقلت له يقعد على ما اعمل 2 قهوة زي امبارح. قعد يقول لي: لا، ولكني اصريت، انا فعلا عايز اعرف ايه اللي حصل. فدخلت المطبخ وانا مستني حاجة تكلمني. فضلت مستني ولكن مفيش. ففضلت افتح ظرف المطبخ وابص فيها يمكن الاقي ورقة او ظرف او اي حاجة، ولكن مش لاقي. دورت في كل حتة ما لقيتش حاجة، فيئست خلاص وكنت طالع. ولكن فجأة سمعت صوت
صفارة شديدة في ودني، وبعديها صوت بيتكلم وبيقول: احنا غيرنا الاختيار وخليناه شخص تاني. فوقفت مكاني مصدوم، وكنت مستني أعرف مين الشخص التاني. ووقتها ظهر من تحت ضرفة المطبخ برضو ورقة أو رسالة مقفولة، فشدتها وأنا مرعوب وفتحتها. ووقتها برقت. اللي في الرسالة هي أمي. لقيتها في صورة ميتة وهي على سريرها، والسرير كان مليان دم. فوقتها حسيت بالغضب والغيظ الشديد، وفضلت أصرخ زي المجنون، وكنت عمال أقول مستحيل، وعمال أكسر الحاجة من حواليا، والصوت في ودني عمال يقول: خلاص احنا اخترناها. فمن الغيظ والغضب مسكت آلة حادة، وفي لحظة زهق ويأس من كل اللي بيحصل ذبحت نفسي. قررت أضحي بنفسي علشان اللعنة تقف. وقبل ما انقطع عن العالم بقيت سامع صوت النائل عمال يصرخ، وكان عمال يقول: لا، مش عايز اموت. وبعديها سكوت تام. ولكن أنا حاسس إني مش ميت، حسيت إني كأني نايم ومغمض عيني. جربت أفتح عيني، لقيت نفسي نايم على سريري في البيت، وفي صوت رسايل كتير عمالة تتبعت على الواتس. فقمت من مكاني وأنا مستغرب ومسكت التليفون، ووقتها اتفاجئت. لقيت الرسايل دي من كريم صاحبي اللي ضحيت بيه في الجزء الأول. ففتحت الرسائل الصوتية بتاعته، لقيته عمال يقول لي: يا ابني انت فين؟ صح النوم، صاحب المكتبة رن عليك كتير وبعدين كلمني، خلص وقوم يلا. أنا بسمع الكلام ده ومش مصدق. فبصيت على التاريخ، لقيته قبل آخر تاريخ عشته ب5 أيام، يعني قبل ما تظهر الرسالة واشوف النائل. طيب يعني ايه؟ معقولة كل اللي حصل ده كان حلم؟ فضحكت وقمت وفضلت انط على السرير من الفرحة. فعلا هو كان حلم، لا كان كابوس مرعب. ففرحت جدا وحمدت ربنا، ولبست بسرعة ونزلت المكتبة. ووقتها الراجل كان مزرجن قوي، ولكني كلته بكلمتين، وبعديها ساب لي المكتبة وراح علشان يصلي. وانا قعدت اروق المكتبة وانا مبسوط، وخلصت المكتبة من تحت وطلعت علشان انضف الرفوف اللي فوق. ووقتها بعد ما نضفت وجيت نازل، عيني جت على حاجة سببت لي الرعب وخلت جسمي نمل. كانت رسالة مقفولة بشمع أحمر، ريحتها عاملة زي الدم، وكان مكتوب عليها: لو فتحت الرسالة دي حياتك مش هتبقى زي الأول، ولو ما فتحتهاش هتندم. يعني إيه؟ ودي كانت نهاية القصة. أنا سايب النهاية مفتوحة علشان تسرح فيها بخيالك. لو عجبتك، وأظن إنها عجبتك، ما تنساش اللايك والاشتراك. كان معاكم عبد العزيز أو ملك الليل، في أمان الله. وخلي بالك للرسالة تظهر لك. سلام.